اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده معانا فيديو هنعمل مع بعض كده شويه معجنات. نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وما تنسوش تحطوا لايكات للفيديو النهارده كده. كل اللي يفتح الفيديو يحط لايك حلو كده، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم إشعار بكل جديد. نسمي الله كده ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ ونشوف هنعمل ايه مع بعض النهاردة. أنا حطيت معايا في الطبق ده الكوباية دي كان فيها كوباية لبن أو كانت نص كوباية لبن، وفيها معلقة كبيرة من السكر وقطعة من الخميرة البيرة، يعني قطعة صغيرة كده. دوبتهم وحطيتهم وغفورة الخميرة زي ما انتم شايفين كده، بس اللبن عشان انا كنت عايزاه يروب وكنت سايباه يروب فحطيته على النار يا دوبك دي شوية كده على النار. اللهم صل على سيدنا محمد. فراب في الخميرة، فهي الخميرة كانت فايرة كده ما شاء الله، والمفعول الخميرة كان اشتغل. ضفناها وضفت عليها لبن رايب. زي ما انتم شايفين كان عندي كذا حاجة في التلاجة كده فيها لبن رايب، فجمعت ده كله هنعمل بيه النهاردة شوية جرس حلوين كده مع بعض. وكمان نشوف هنعمل ايه تاني غير الجرس. زودت شوية لبن تاني وحطيت باكو فانيليا ونص كوباية سكر ومعلقة صغيرة كده من الملح. هندوب كل الكلام ده مع بعضه. وكمان حطيت 3 كوبايات سمنة ونص كوباية زيت. كان عندي حتة زبدة كده لقيتها تايهة في الفريزر لوحدها كده غلبانة، فقلت تعالي بقى سيحتها واخدت كوبايتين سمنة يعني التالتة كملتها زبدة، يعني كوبايتين ونص والتالتة كملتها زبدة متسيحة، واخدت كمان حوالي يعني اقل من نص كوباية زيت. دوبت الكلام ده كله مع بعضه وهننزل بالدقيق. ده دقيق اول نمرة، دقيق بلدي. كل الكمية دي كلها كده عليها كيلو واحد من الفينو بس، وباقي الدقيق كله دقيق من اللي هو الدقيق البيتي البلدي. بس شلت الطبق، جبت بس طبق كبير شوية علشان نعرف نعجن فيه. هنقلب الدقيق، هناخد على قد ما تشيل. هي اخدت معايا يعني تقريبا كده حوالي 4 كيلو دقيق. صراحة انا ما بعيرش حاجة خالص، انا بعمل ببركة ربنا كده. كان ناقص كمان شوية سمسم، بس صراحة ما لقيتش عندي سمسم، فقلنا لا مش هنقف يعني على السمسم. اللهم صل على سيدنا محمد. هنعجن العجينة زي ما انتم شايفين كده. هنقول حطينا ايه تاني مع بعض. اللهم صل على سيدنا محمد. لبن رايب وكمان معلقة من السكر مع نص كوباية حليب مع قطعة خميرة. دوبناهم لما مفعول الخميرة اشتغل، وبعد كده حطيناهم ضفنا عليهم اللبن الرايب، وضفت عليهم كمان نص كوباية سكر، معلقة من الملح، وكمان 3 كوبايات سمنة ونص كوباية زيت وكيس فانيليا. وبعد كده ضفت الدقيق ومعلقه كده من البيكنج باودر، وفضلت اعجن لحد ما وصلنا لحد القوام اللي شفتوه معايا ده. بعد كده هنا باقي اللبن الرايب اللي انتوا شفتوه كده هنحطهم، وكان باقي حوالي معلقتين 3 زبده متسيحه، زبده بلدي، ضفناهم على اللبن الرايب، وحوالي ربع كوبايه كده من الزيت، وهناخد نص كوبايه من السمنه. دي سمنة نباتي عادي، لو متوفر سمنة بلدي يكون احسن طبعا، بس لو متوفر فطبعا ده الموجود فعملنا بيه. هناخد رشة من الملح وكمان حوالي معلقتين كده مش ملانين من السكر. هندوب ده كله وهننزل برضو بالدقيق، وهنعجن رقاقتين طراي كده حلوين مع بعض. هنعمل رقاقتين فلاحي طراي باللبن الرايب والسمنة كده. وبعد كده هنعجنهم زي ما انتم شايفين. لو في خض من اللي بينزل من الزبدة الفلاحي بيكون احسن طبعا في الرقاق الطري، بيكون جميل جدا. لو في بس ما كانش متوفر فاستبدلته باللبن الرايب، برضو طالع ما شاء الله، هتشوفوه معايا زي الفل. عجنت العجينة زي ما انتم شايفينها، وكمان هلمها بس بمعلقتين زيت هلم بيهم العجينة. ودي ولا فيها خميرة ولا فيها اي حاجة خالص، يعني مش محتاجة تخمر، هنسيبها بس ترتاح شوية. وبعد كده هنكورها كور صغيرة ونفردها مع بعض. مش زي ما قلت ما فيهاش خميرة، هي زيت، شوية زيت صغيرين وسمنة
وكمان الدقيق واللبن الرايب او الخض، وكمان لو في خض ممكن تضيفي شويه معلش على مش الجرس عارفه ايه اللي بيخلي حصل، ريحتها التليفون جميله جدا. فصل مره واحده. هنرش شويه رشه كده دقيق على خفيفه من الصاج اللي معانا ده الدقيق، كده، وبعد كده وهنقطعها يعني هنقطعها كور كور صغيره، صغيره مش كبيره، يعني يعني قد بحجم الليمونه الليمونه الكبيره الكبيره كده، شويه. مش كور كبيره. هنقطعه ان وهنسيبه شاء الله نرتاح، هنعوض وهنبدأ التقطيع دي في نفرد واحدة العجين اللي بواحدة جاي، مع يعني بعض. هتشوفوا معايا صلوا على سيدنا احجام محمد كده عليه أفضل خياليه. الصلاة والسلام، اللهم صل على وحطوا لايك سيدنا حلو محمد. زيكم هنقطع الفيديو بتاعنا شويه زي ما انتم النهاردة، وما شايفين تنسوش كده كور، تحطوه أول ما تفتحوا وهنغطيهم الفيديو كده بكيس حطوا هنفتح كيس لايك تلاجة ونغطيهم واكتبوا لنا علشان وشهم تعليق ما حلو ينشفش، علشان يشجعنا من ونسمي الله تعليقاتكم الحلوة اللي أنا ونخبط الفيديو بحبها. كده لايك حلو كده محترم، وتعليق حلو واللي من ما اشتركش في تعليقاتكم اللي القناة لسه بتشجعنا يشترك وتفرحنا. ويضغط على كلمة اشتراك علشان ويضغط على كلمة الكل عشان ترفعوا يوصلوا الفيديو ان إشعار شاء الله بكل كده في فيديو مقترحات جديد اليوتيوب بلايكاتكم الحلوه. بننزله. بصوا هجيب كيس من بتاع التخزين وهفرده كده على وش العجينة علشان ما تنشفش مني، وهبدأ اكور الكور زي ما انتم شايفينها، وهرصها جنب بعض ونغطيها كلها. هي مش كتير يعني يعني الكمية مش كبيرة، فهنقطعها كلها على الصاج بالشكل اللي انتم شايفينه معايا ده كده، حجم واحد يعني حجم متوسط. قطعت كل العجينة بالشكل ده وغطيتها بالكيس وهنفردها مع بعض. انا بفردها كلها، دي كام واحدة كده اتبقوا عملتهم في الطبق. بفردها كلها مرة واحدة وبعد كده بسويها. هنفرد على الطبلية، انا غسلاها ونضيفة وزي الفل. هنرش رشة من الدقيق وهنفرد، يعني بصوا فردة بسيطة كده وهسيبه شوية، يعني ايه، نص فردة كده، وبعد كده هنسيبه شوية ونرجع نوسعه ونكبره شوية. دي علشان الفردة الصغيرة ديت يعني يريح شوية، وبعد كده اما نفرده يكون سهل ويتفرد معانا بكل سهولة. واصلا يعني ارتاح لما قطعته. برضو بتفرد معايا، ممكن بالعجلة، ممكن بالنشابة، بايدك، باي حاجة بيتفرد هو صغير، يعني بتبقى صغيرة، ما مش مستاهلة يعني ولا متعبة ولا حاجة. زي ما انتم شايفين كده هنفرده. بصوا بعمل كذا واحدة وبعد كده برجع اوسعها تاني. عملت شوية وبعد كده بجيب من اول واحدة عملتها وبفردها زي ما انتم شايفينها كده، تكون سمكها يعني رقيق شوية، ما بتكونش تخينة علشان ما تطلعش تخينة كده ومكتومة، تكون هشة وحلوة برضو، وفي نفس الوقت ما تكونش رقيقة وتطلع ناشفة. هنفرد هنوسع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا حاجة بسيطة خالص، يعني التوسيعة الصغيرة اللي عملتها في الاول بتريحك وبتسهل معاكي الفرد زي ما انتوا شايفين كده. اللايك انا شايفة اللي حط اللايك وشايفة اللي محطش اللايك. اللي محطش اللايك لسه لحد دلوقتي يحط. بصوا انا جبت صينية وفردت عليها الملاية دي نضيفة، وبفرد وبفرد العيش وبحط على الملاية. عملتها كذا طبقة، يعني بفرد بملى الصينية وبعد كده بأطبق الملاية كده، أتنيها على العجينة وارجع أحط عليها طبقة تانية، وبرضو بفردها تاني على العجين واحط طبقة تالتة وهكذا لحد ما اخلص. بس لو معاكي الكمية كبيرة بصوا سمكها، لو معاكي الكمية كبيرة بص انا كنت خلصت، ده كان اخر حاجة معايا اهو زي ما انتم شايفين، ده تقريبا 4 طبقات على بعض. كل بين طبقة وطبقة بطبق الملاية وبحط عليها. بس لو معاكي الكمية اكبر من كده بكتير ما تكتريش على بعض علشان مش يبوظ منك. اعملي مثلا على صينيتين او حاجة. هنا ولعنا الفرن، مسكت الفرن غسلته غسلة حلوة كده الاول بالمية بقماشة، وبلفها على العود بتاع الفرن بغسلها في المية وامسح الفرن علشان يطلع ارضية العيش معايا نظيفة ما فيهاش اي حاجة من الفرن، عشان طبعا بنشوي فيه سمك بنستخدمه في حاجات تانية. فزي ما انتم شايفين بتكون النار عالية من الجناب، وبتكون النار هادية شوية من تحت. بنبدأ ندخله الفرن بيستوي، مش بياخد وقت خالص في السوا. بصوا بيبدأ يعمل فقاعات كده وبيتنفخ. بصوا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله عليه، كان كله طري وجميل. يعني بصي بتكليف اي حاجة. انا قمت الصبح بدري عملتهم، عجنت الجرس وسبتها تخمر،
وعلى ما الجرس خمرت معايا كنت انا عملت شويه الرجاج المسكرتين الطعمين الحلوين دول، زي ما انتم شايفين كده. عملتهم علشان الفطار، بس للاسف يعني كان الولاد نايمين، وكان باباهم مشي وانا كنت لسه بفرد فيهم، مش كنت سويت، فسبتهم لفتهم كده طراي وسبتهم للغدا. عملنا معاهم عسل وجبنه وبيض، واللهم صل على سيدنا محمد، عملت بطاطس مفرومه بسمنه، يعني اكله خفيفه كده وبتعدي اليوم. بصوا العيش كله بيتنفخ وبيبقى شكله، بصوا ما شاء الله عامل ازاي. الرغيف اللي بشيله ببدأ احط مكانه تاني لحد ما بسويهم كلهم بالطريقة دي كده. النار بتبقى هادية من تحت علشان ما يتلسعش. كان في حتة في جنب الفرن فيها حاجة لزجة، كل ما احط رغيف عندها يتحرق من تحت، وكانت مولعة زي ما كنتوا شايفينها كده. فقلت لا مش عنت مودية. بصوا الرغيف دي كان شكله حلو، بس العود وانا بشده العود بوظه. يلا بقى مش مشكلة. بصوا شايفين حبة الرجاج بتاعنا السكر الحلوين دول كده، حاجة كده ما شاء الله، عسل وطعمين. وسلام بقى لو دول بشوية خض او شوية خض كده مع اللبن الرايب، كان بصوا حاجة كده زي العسل. شايفين من جوه قلبه فاضي وطري وجميل. بصوا يتاكل حاف. انا لفتها كده وسهير قالت لي على بوجك بقى على طول، فسمعت كلام سهير واخدتها على بوجي كده كلتها. بصوا شايفين من جوه فاضي وعامل ازاي كده. خلصنا الرجاج بتاعنا، نرجع للجرس بتاعتنا تاني. وعايزه اقول لكم انا اول ما بدأت التقطيع كده كنت بعمل بصوا بعمل عيش مش بعمل جرس. قطعت التقطيعة كبيرة جدا، مش عارفة يعني. ابن اختي دي وانا بعمل فيها فبقول لي دي ايه، قلت له جرس، فبقول لي دي جرس ولا عيش، قلت له لا جرس. فخدت بالي من كلمته ان هي التقطيعة كبيرة جدا، فهرجع تاني اشيلها وانقصها. فقلت لا بقى انا هكمل، هسيب الحبة دول وبعد كده هصغر. فعملت حوالي 10 تقريبا، كانوا صراحة كانوا كبار كبار جدا يعني. فقلت لا هبدأ اصغر بقى التقطيع شوية. انا هقطع العجينة بتاعت الجرس كلها. كانت العجينة ما شاء الله عليها عاملة زي الملبن كده من حلاوة العجينة، مش كنت عايزاها تخلص كده. فهعملها كلها. كنت بكلم في الابله سهير، هقطع العجينه كلها وهغطيها برضو بالكياس زي ما انتم شايفينها كده. دول شويه اتبقوا حطيتهم على الوش، وبعد كده في شويه كمان في الطبق. هنبدا نجيب اول واحده عملناها من الاول، وجبت الصواني اللي هدخلها الفرن وهفرد فيها على طول. بصوا عايزه اقول لكم كان حجم الجرصه كبير يعني، جد الرجاجه اللي كنا عاملينها كده بالظبط. بصوا الجرصه بتتفرد ولسه تخينه، عايزه تتفرد كمان. لايك يا حلوين، ما تنسوش تحطوا اللايك علشان شويه الجرس الطرايه الحلوين دول كده، والرجاج بتاعنا الفلاحي وريحه الخبيز والعجين في البيت كده، يعني حاجه ما شاء الله يعني. بنيجي نحتار المغرب، عايزين ياكلوا، تاكلوا ايه، تعملوا ايه الصبح؟ سريع كده جرستين وكوبايه شاي، حاجه سريعه كده، وبحطها في الفريزر وبطلعها اسخنها كانها لسه معموله بالظبط مع شاي. بيدهنوها جبنه كده بياكلوها. كنت خلصت زي ما انتم شايفين، وده اول صاج دخلت الفرن. بصوا الجرس في الفرن جنب عامله ازاي ما شاء الله عليها، كانت طريه طراوه حاجه كده ما شاء الله. دي اول صينيه سويناها زي ما انتم شايفينها كده. بصوا الجرصه طالعه جبه وعامله ازاي وخفيفه وهشه ما شاء الله عليها يعني كان ناقصها بس كده شويه السمنه دول يكونوا سمنه بلدي وكانت ظبطت. بس صراحه يعني ما شاء الله حلوه جدا، طعمها حلو، ريجها حلو، مش عشان هي بسمنه عاديه يعني، لا ده ما شاء الله عليها حلوه وجربوها. انا عملتها مره قبل كده تقريبا، كنت مصوراها معاكم المره اللي فاتت، بس كانت السمنه بتاعتها شويه فمش كانت احسن حاجه، لا مش كانت عجباني قد كده، عشان كانت السمنه بتاعتها ناقصه شويه.
بصوا ده الدور ده، الصينية دي سويتها في فرن البوتاجاز بس ما عجبتنيش يعني التسوية بتاعته قد كده، فطفيته وقلت لا هكمل. كان عندي شوية مواعين كده وشوية حاجات عايزة تتغسل، فجبتهم في الحوض اللي في المطبخ اللي فيه الفرن ده، وبدأت اغسل فيهم جنب مني وانا بسوي. خلصتهم، وكمان الجرس خلصت اهي زي ما انتم شايفينها. بصوا الحلة ديت وكل الحبايب اكلوا منها. بصوا طرية طرية طرية، وقلبها من جوه هش كده زي الاسفنج، شايفين ما شاء الله عليها. اكلوا منها، وتاني يوم شلتها كلها في اكياس، عبيتها في اكياس وحطيتها في الفريزر، وبطلع منها وهي متلجة عادي كده. بحطها في صينية او في صاج، وبولع الفرن وادخلها الفرن 3 دقايق بالظبط، بتسيح وكأنها لسه مستوية.